أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لطاعتهم وارزقنا خدمتهم. في الحقيقة هنا وعلى العجالة أريد أن أتكلم وبلا تكلف وبلا منطق كما يفعل البعض ممن ينظر إلى المالكي. بصراحة هذه الرسالة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنساب إلى القلوب النقية والنفوس الأبية وإلى العقول النيرة، ولا تكون هنالك مهاترات ولا مماحكة ولا مجادلة، بل أن يتكلم من يستمع إلى هذا المقطع بحيادية وبتجرد عن كل الانتماءات والتحزبات والتعصبات والإغراءات التي يخضع لها أصحاب النفوس الدنيئة. بصراحة المالكي والإرهاب. المالكي قاموا بمؤامرة مع بعض المسؤولين في المجال الأمني بإطلاق سراح الإرهابيين من تنظيم القاعدة، بل أكثر من ذلك. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الأردن أيضا كان قد أشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن المالكي قام متفضلا على الأردن بإطلاق سراح الإرهابيين. فهل هؤلاء الإرهابيين الأردنيين كانوا يبيعون الجقائد مثلا أم غير ذلك؟ إشارة إلى اللبيب، واللبيب بالإشارة يفهم. المالكي والبعث. المالكي قام بتنصيب من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي في أبان الحكم البائد، والآن هو يتكلم عن البعث وبأنه يريد الانتقام من البعث، لكنه الذين يستلمون سدة الوضع الأمني هم من البعثيين، فأين المالكي منهم؟ بل هو منهم في طبيعة الحال. المالكي والمرجعية. أشارت المرجعية وإشارات متعددة بصراحة وواضحة وبينة لا يتابها الشك ولا الريب إلى أن المالكي بسياسته الرعناء وبسياسته الهوجاء قد انحرف عن المسار الشرعي واللحاظ العقائدي، لكن مع ذلك ما زال يتشدق بأنه هو ابن الشريعة وابن المذهب كما يسميه البعض مختار العصر. ألا لعائن الله على الظالمين الذين يتبجحون بتلك المصطلحات والمفاهيم ويحاولون الانحراف بالتاريخ عن السبيل الصحيح. ولذلك نحن ندعو الجميع إلى أن يكونوا حياديين وأن يتذكروا بأن اختيارهم للمالكي ومن تحت معيته بأن وراءهم حساب وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فانصفوا الناس، فانصفوا الشعب، وتذكروا بأن هنالك عقبات كؤود، ولا تكونوا من الذين يبيعون ضميرهم ودينهم بثمن بخس وإن غلا. والله ولي التوفيق. وإن كانت هنالك بقية فالتتمة تلي بعد هذه الحلقة. والله ولي التوفيق. نخاطب عقولكم، نخاطب ضمائركم، نخاطب إنسانيتكم. فهاي كما يقول البعض بصراحة الدنيا ترى قاضية باللهجة البسيطة وباللهجتنا العراقية الحلوة. فأترجاكم لا تبيعوا ضمائركم وذمتكم بثمن بخس، لأن المالكي يحاول استمطاءكم فلا تدعوه يستمطيكم. والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق.